لما الضربة تجيلك من أقرب الناس ليك بيبقى تأثيرها أقوى وأصعب. علي بيك الكبير سنة 1768 لما قدر يحقق استقلال مصر عن الدولة العثمانية لدرجة إنه بقى بيتخطب باسمه في خطبة الجمعة في الحرمين، لكن للأسف في النهاية قدرت الدولة العثمانية إنها تستميل دراعه اليمين محمد بيك أبو الدهب. أبو الدهب كان في بلاد الشام وخان علي بيك الكبير ورجع لمصر مع جيش عثماني، وقابل علي بيك الكبير في معركة في الصالحية قريب من الإسماعيلية ومحافظة الشرقية كده، ودارت المعركة ما بينهم سنة 1773. اتهزم علي بيك الكبير هزيمة ساحقة وحاول يهرب لكن معرفش. الغريب في الموضوع انه قيل ان الجنود خدوا علي بيك الكبير ورموه تحت اقدام ابو الدهب وهو متأثر بجراحه طبعا، وبدأ ابو الدهب يحط في الجراح بتاعته سم علشان يسرع قتله، وبالفعل في عدة ايام مات علي بيك الكبير وكانت نهايته مأساوية. طريقة موت علي بيك الكبير صعبة جدا، لكن في النهاية بنقول ربنا يبعد عننا وعنكم أي أبو الدهب في حياتنا. أنا أحمد حسن وانت هنا في مملكة المؤرخات.